أن أي شيء يوضع في البئر يتكون عليه غلاف يشبه الحجر، على نحو جعل السكان لا يلمسون مياهه لاعتقادهم أنها مسحورة. يعود تاريخ اكتشاف البئر لأول مرة إلى عام 1538 ميلادية، عندما زار جون لايلاند الذي كان طالبا لدى الملك هنري السابع البئر مصادفة، ولاحظ أن العديد من السكان المحليين شربوا واستحموا تحت الماء لأنهم اعتقدوا أن لها قوى شافية خارقة، وحاز البئر بعد ذلك على شهرة كبيرة. ولمئات السنين اعتقد السكان أن البئر تم لعنه من الشيطان، وإذا لمسوا المياه فسيتحولون إلى حجر. وما زاد من مخاوفهم أن شكل البئر الخارجي يشبه جمجمة عملاقة، وتوجد به عدة أشياء تم تركها لأشهر قليلة، وتمت تغطيتها بعد ذلك بغلاف